السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة خلينا نتكلم في موضوع شائع كده، اتكلمنا عليه طبعا كتير قبل كده، وكتير قوي من الأسئلة بلاقيها برضو تتكرر عليه، فكان شفت ان من الكويس ان احنا نعيده عشان الناس برضو تبقى عندها فكرة على طول عن الموضوع ده، وازاي تحكم على التحاليل بتاعتها، وتعرف الدكتور لما بيطلب منهم اذا كان الجرعة تتأجل ولا ما تتأجلش ده بيبقى على اساس ايه. احنا كلنا عارفين طبعا ان قبل كل جرعة علاج كيماوي بنعمل تحاليل. التحاليل دي طبعا ملهاش علاقة بالمرض نفسه، يعني ملهاش علاقة بتطور المرض للأحسن او للأوحش، ولكن بتبقى اكتر لقياس تأثير العلاج الكيماوي ده على نخاع العظم وعلى الوظائف بتاعة الكبد والكلى. بنراقب بيها تأثير العلاج ده على نخاع العظم، على الهيموجلوبين، على الأنيميا، على المناعة، على الصفائح الدموية، وكمان على وظائف الكبد والكلى، عشان نتأكد ان كله تمام، الدواء بيتم خروجه من الجسم بشكل كويس، الآثار الجانبية للعلاج تحت السيطرة، ومفيش منها حاجة تستدعي ان انا اتدخل بعلاجات تدعيمية، او اتدخل بطريقه تانية ان انا ممكن اقلل الجرعه، او اتدخل بطريقه ثالثه ان انا ااجل الجرعه. وممكن في ساعات احيانا بلجأ ان انا اوقف العلاج لفتره لغايه ما الجسم يبدأ يستعيد عافيته تاني، ويبدأ يرجع الارقام لطبيعتها تاني. طبعا في ناس كاتبه في الكومنتات على البوست التحضير اللي انا بكتبه دايما ان طبعا ان التحاليل تبقى في المعدلات الطبيعيه. هو لا طبعا، التحاليل كتير جدا من مرضى الاورام التحاليل بتاعتهم مش بتبقى في المعدلات الطبيعيه ولا حاجه، ولكن احنا عندنا حاجه اسمها accepted values، اللي هي الرينج المعقول، او اللي انا اقدر ادي فيه العلاج. هو مش طبيعي، ولكن انا اقدر ادي العلاج لغايه حدود عامله ازاي. فمثلا لو جينا بصينا، اول حاجه بتطلب مننا هي صوره الدم مع عد نوعي للمناعه اللي هي السي بي سي، ومعاها وايت بلاد سيل ديفرنشال كاونت اللي هو السي بي سي العاديه، صوره الدم الكامله العاديه بتاعتنا، مع تفصيل لكرات الدم البيضاء اخبارها ايه وتفصيلتها عامله ازاي. فاول حاجه بنبص عليها هي الهيموجلوبين. الهيموجلوبين يعتبر الليميت او الرقم اللي احنا ممكن ندي عليه العلاج من غير ما نكون محتاجين نقل دم، هو 8. يعني لو الهيموجلوبين 8 فيما اعلى بندي الجرعه. طبعا بيبقى فيه شويه سبيشال كونسيدريشن، يعني شويه زي ما نقول كده ظروف خاصه. يعني مثلا مش هاجي على واحده عمرها فوق ال 65 سنه وعاملها على واحده عندها 30 سنه او 35 سنه. كل لما السن بيزيد كل لما انا عاوز الهيموجلوبين بتاعي اعلى. يعني انا مثلا الثمانيه بتاعت اللي عندها 30 سنه دي تستحمل ان انا اديها جرعه، ولكن امه 65 سنه مثلا او اكبر ما تستحملش ان انا اديها جرعه على الثمانيه، فدي يفضل ان انا اديها دم الاول. وطبعا بنستحسن ان انا برضو ما اجيش على الثمانيه على الحركرك كده، وادي ممكن لغايه يعني 9. ممكن بقى لو الموضوع متكرر او الست باين عليها اعراض الانيميا، بس لقيت ضربات قلبها سريعه، عندها تنفس مش كويس، بتتعب مع اقل مجهود ومش قادره، لا هنا يبقى دام في سيمتومز او في اعراض للانيميا قويه، يبقى انا يستحسن ان انا انقل لها دم وادي العلاج الكيماوي بعد كده. يعني ممكن ادي دم النهارده وادي العلاج الكيماوي تاني يوم، ساعات ممكن في نفس اليوم. يعني يفضل طبعا ده في يوم وده في يوم، ولكن عادي ممكن برضو الاثنين يتاخدوا في نفس اليوم. وزي ما قلنا ان 8 بتاعتك مش زي 8 بتاعت غيرك. اولا انت الرقم بتاعك ممكن يكون انت عندك اعراض وفلانه التانيه ما عندهاش اعراض، فهنا يستحسن ان انا انقل دم او اجل، ولكن التانيه لا. وممكن السن طبعا ليه عامل كمان، لان زي ما قلنا ان الاكبر سنا بيحتاج الهيموجلوبين يكون اعلى، لان وظائفه الحيويه بتبقى محتاجه ان الهيموجلوبين يكون اعلى من اللي طبعا سنه اصغر في السن. ده بالنسبة للهيموجلوبين. وحل الهيموجلوبين الواطي احنا قلناه قبل كده في حلقة منفصلة، ليه حلول كتير جدا، منها ان انا ادي حديد اقراص، بس ده طبعا بيرفع الهيموجلوبين في فترة طويلة، ممكن يقعد لغاية شهر. ممكن ادي حديد في الوريد، وده طبعا رخم شوية، لانه اولا
ساعات بيعمل رياكشن او حساسيه، وساعات بيبقى مؤلم، وساعات بيسيب مكانه علامات، فيعني مش كل الناس بتلجأ له. وفي الابر اللي بترفع الهيموجلوبين زي الابريكس ساعات برضو بنلجأ لها، سواء حقنه يوم ويوم او كل يوم او كل 3 ايام او كل اسبوع، ليها تركيزات مختلفه وساعات بنلجأ ليها. بس برضو الابريكس يعني يفضل انها تستخدم لما يكون الهيموجلوبين مش واطي قوي، يعني مش تحت ال8 مثلا، لما يكون 10 ولا حاجه ابدا ارفع بالابريكس والحقن اللي زيها. واخر حاجه طبعا والحل الاسرع هو نقل الدم. كيس الدم بيرفع من 1 ل1.5 مل، يعني 1 ل1.5 جرام. يعني لو انت بقولك 8 نقلت كيس دم متوقع الاقيه ما بين 9 و10، يعني 9 مثلا، 9 ونص، 9 في اولها كده يعني. ده بالنسبه للهيموجلوبين. طيب اجي بقى على تاني حاجه وهي المناعه. الوايت بلاد سيلز اللي اسمها ساعات بيبقى TLC توتال ليوكوسيتيك كاونت، دي مجموع كرات الدم البيضاء، ودي النورمال بتاعها من 4 ل 11. انا ممكن ادي يعني لو لغايه 3 مفيش مشاكل، بس لازم ابص معاها كمان على النيتروفيلز او كرات الدم اللي هي المسؤولة عن المناعة بشكل مباشر، وهي تكون فوق 1.5. يعني يكون شرطين: الوايت بلاد سيلز اللي هي التوتال اللي هو مجموعهم على بعض اكثر من 3، والنيتروفيلز اللي هي كرات الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة ومهاجمة البكتيريا تكون اكثر من 1.5 او 1500. هنا بيبقى امان ان انا ادي. طيب لو الدنيا اقل، النيتروفيلز قليلة، برضو ليها حلول ان انا ادي. ممكن اجل الجرعه شويه، ممكن ادي حقن مناعه. ادي حقن مناعه بقى قد ايه برضو ناقشناها في فيديو بالتفصيل. ممكن ادي من اول اليوم الثاني للجرعه لغايه اليوم ال14، يعني افضل ادي من اليوم الثاني لليوم ال14. بس طبعا مفيش حد بيعمل كده لانها تكلفتها طبعا هتبقى عاليه جدا، وكمان مش كل الناس محتاجه كل الحقن دي. ففي ناس بتدي اليوم الثاني، في ناس تدي الثاني والثالث والثاني والثالث والرابع، وفي ناس تيجي تدي الثاني والثالث وتدي واحده في النص تاني عند اليوم السابع اللي هو متوقع ان المناعه تنزل فيه. يعني مدارس مختلفة، ولكن كلها بتجمع على ان بندي جرعة اللي هي حقنة المناعة تحت الجلد بعد الكيماوي ب 24 ساعة. ساعات في ناس تديها قبل، لكن دي مش مفضلة بصراحة. يفضل ان احنا ندي حقنة المناعة تحت الجلد بعد الجرعة ب 24 ساعة لمده يوم او 2 او 3، او قلنا بقى زي ما احنا عايزين على حسب المناعه قد ايه، وقبل كده كانت وقعت لدرجه قد ايه وكده. وهتلاقوا ده الكلام ده برده في فيديو مفصل عن المناعه، وحتى هتلاقوا فيه كمان الاكلات اللي احنا ممكن ناكلها ترفع المناعه. تالت حاجه وهي البليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه. ويعني في مدرستين: في ناس بتدي ما دام فوق ال80، وفي ناس بتدي ما فوق ال100. يعني لازم ناس بتشترط انها تكون اكتر من 100، وناس ثانيه ممكن تتجاوز لغايه 80 في بعض البروتوكولات. والصفائح الدمويه في ناس بتلجأ للكورتيزون، حبوب الهوستاكورتين او السوليو بريد عشان ترفع الصفائح الدمويه لو قلت. وده بصراحه مش حاجه ممكن تكون تلاقيها فعاله في بعض المرضى، ولكن مش هي الحل اللي الكتب بتقول عليه. ليه؟ لان الكورتيزون مش هيرفع الصفائح الدمويه الا لو في اميون رياكشن او حاجه مناعيه ادت لتكسير الصفائح الدمويه، وده ممكن يحصل كعرض جانبي من الكيماوي اكتر ان يكون حاجه مناعيه، ولكن برضو مش كومن بصراحه. وده ساعات كتير ندي كورتيزون للناس يلاقي الصفائح ما بتستجيبش. ممكن في علاجات تانية لرفع الصفائح. هنلاقي علاج كده معروف اسمه والله ما فاكر اسمه، راح عن بالي. ان بليت هو حقنه كده زي الابريكس بتتاخد تحت الجلد، برضو بسكادول كل اسبوع او كل 3 ايام عشان ترفع الصفائح الدمويه. وان كانت برضو مش فعاله في كل الناس، ولكن ساعات بنلجأ لها. واذا كانت برضو الصفائح من الحاجات اللي ما بتقلش لوحدها غالبا، اللي بتقل لوحدها كده لما بيكون في مشكله في الكبد في المريض ده، يعني عنده تليف في الكبد قديم ولا حاجه، او مرض في الكبد مزمن، او فيروس سي بقاله كتير، او في بعض انواع الكيماوي اللي بتشتغل على تقلل الصفائح بصفه خاصه زي كده زي الجمزار اللي هو الجيمسايتابين، ساعات بيقلل الصفائح الدمويه بشكل خاص. وعرفنا حلها برضو، ودي برضو ليها فيديو منفصل لوحده لو حد عايز يعرف تفاصيل اكتر. يبقى ده بالنسبة لصورة الدم. اما بقى بالنسبة لوظائف الكبد والكلى، فوظائف الكلى بيهمنا منها قوي الكرياتينين.
الكرياتينين المفروض يكون في الحدود الطبيعية او اعلى بشوية مش كتير. وفي ادوية ممكن اجلها او ممكن اقلل جرعتها بشكل كبير لو الكرياتينين عالي، زي مثلا السيسبلاتين اللي هو البلاتينول او الكاربوبلاتين. الادوية دي بتخرج عن طريق الكلى بصفة اساسية وتبقى عايزة ان الكلى تكون شغالة كويس. فالكرياتينين بالنسبة لها من الحاجات المهمة، ان انا قبل ما ادي الحاجات دي لازم يكون الكريات كويس ويكون حدود النورمال او اعلى من النورمال، ممكن لغاية نص مرة كمان. يعني مثلا لو اخر 1 و2 يبقى انا ممكن لغاية اخري 1 و7 1 و8 ممكن ادي عادي، وادي جود هيدريشن اللي هو ادي محاليل كويسة واخلي العين يشرب ميه كتير. اما المهم التاني في وظائف الكلى فهو البي او ان او اليوريا، ودي اللي بتقول اذا كان المريض ده عنده دي هيدريشن او عنده جفاف ولا لا، ومحتاج يشرب ميه ولا لا، ومحتاج ياخد محاليل ولا لا. وخد بالك ان الكرياتينين لما يكون عالي مع اليوريا او عالي مع البي او ان يبقى العيان ده فعلا سبب مشكله الكلى اللي عنده هي الجفاف، وان هو ما بيشربش ميه كفايه او محتاج محاليل. اما لو الكرياتينين عالي والبي او ان واطي او نورمال واليوريا واطي او نورمال او طبيعيه في الحدود الطبيعيه يعني، فده يقول ان المشكله في الكليه نفسها ومش مشكله في السوائل اللي بياخدها الشخص. ودي مشكله اكبر شويه، لان المشكله الاولانيه مشكله المحاليل بتتحل، مشكله الجفاف بتتحل بالمحاليل والشرب الكويس. اما المشكله ان تكون في الكلى نفسها فدي ممكن حلها بيبقى اصعب واكثر تعقيدا شويه. فوظائف الكلى لو مش في الحدود زي ما قلنا كده، لو مش او ما تتصلحش بالمحاليل او هي عاليه ومش راضيه تنزل، ممكن نأجل الجرعه لغايه ما تتحسن، وممكن طبعا اقلل الدوز، اقلل الجرعه شويه. طيب بالنسبه لوظائف الكبد عندنا كام حاجه مهمه. عندنا الاي ال تي والاي اس تي دول مهمين، والبيلروبين اللي هو الصفرة، وعندنا كمان الالبيومين مهم. الالبيومين مهم ليه؟ الالبيومين مهم لان الالبيومين هو اللي بيقول مشكله الكبد دي هل هي مشكله مزمنه ام مشكله حاليه. لان الكبد بيفرز الالبيومين اللي هو البروتين الاساسي في الدم، واللي بيحافظ على ان الميه تفضل جوه الاورده والشرايين بتاعتك وما تخرجش تورم لك رجليك او تعمل استسقاء او حاجه. فالالبيومين بيتاثر بعد فتره من تاثر الكبد وليس التاثر المباشر. يعني لو واحد حصل له مثلا هيباتيتس او التهاب كبدي بنلاقي الاي ال تي والاي اس تي عاليين، ممكن البيلروبين كمان بيعلى، ولكن الالبيومين بياخد وقت عمال ما يتاثر. عشان كده الالبيومين لو متاثر بيبقى ده بيدل على ان اصابه الكبد دي مزمنه الى حد ما. اما الاي ال تي والاي اس تي فهم اللي هم اسمهم ترانس امينيز اللي هي انزيمات الكبد، فدي حساسه لاصابه الكبد. يعني اول ما الكبد يحصل فيه اصابه او انجري او انسلت او اي حاجه يعني اثرت عليه زي الكيماوي، فهلاقي الاي ال تي والاي اس تي بداوا يعلوا. الاي ال تي اكتر اقدر اربطه اكتر بالكبد، يعني الاي ال تي من الانزيمات الخاصه بالكبد. اما الاي اس تي فهو مش بس في الكبد او ما بيعلاش بس لو حصل مشكله في الكبد، بيعلى لو حصل مشكله في الكبد او العظام او القلب. الاي اس تي خد احفظها كده، الاي اس تي الاس دي بتيجي مع القلب والكبد والعظام. اما الاي ال تي ال مع الليفر اللي هو ده اكثر خصوصيه للكبد، ده لو عالي يبقى في مشكله في الكبد نفسه. وساعات بنزيد موضوع التاكد بان احنا بنعمل حاجات تانية زي الجي جي تي والالكالين فوسفاتيز عشان نعرف المشكله دي فعلا من العظام مع العظام مثلا او القلب مستبعد شويه، يعني انا نعرف المشكله دي من العظام ولا من الكبد والقنوات المراريه، عن طريق ان احنا نربط ما بين علو الاي ال تي او الاي سي تي والالكالين فوسفاتيز والجي جي تي. ودي حاجه ليها علاقه بالدكتور نفسه، دي ما تدوشوش دماغكم بيها يعني. لكن زي ما قلنا الاي ال تي والاي سي تي بيعلوا مع الحاجه الاكيوت او الحاجه الانيه. اما الالبيومين فعمال ما يقل نسبته والكبد يبدا يبقى مقصر في ان هو يفرز البيومين، فده بياخد وقت شويه. عشان كده اقدر احكم ان ده تاثير مزمن. اما الاي ال تي والاي سي تي بيبقى اكتر في التاثير الحالي او التاثير الاكيوت. البيلروبين او الصفرة برضو بتعلى مع تاثر وظائف الكبد، ان هو بيبقاش قادر يعالج الصفرة زي ما هو بيعمل. انت عارفين الصفرة دي بيتعامل معاها الكبد ان هو يصرفها. وطبعا بنقدر نعرف نوع المشكله بالظبط في الكبد، سواء كانت انسداديه او الكبد نفسه مش قادر يتعامل مع الصفرة، عن طريق ان احنا مثلا بعد البيلروبين اللي هو الصفرة الكليه ابدا اشوف الدايركت والاندايركت. لو الدايركت هو اللي عالي يبقى فيه انسداد، لو الاندايركت هو اللي عالي يبقى الكبد نفسه مش قادر يتعامل مع الصفرة. برضو دي حاجات فنيه مالكوش دعوه بيها قوي، دي اكتر مع الطبيب. ولكن بقى المهم اللي يهمنا ان الاي ال تي والاي اس تي لو عاليين من اول ضعفين ونص، ممكن ده يؤدي الى ان انا
اقلل الجرعه او اوقفها كمان. حاجه زي الادريامايسين اللي هو ادويه سرطان الثدي، الادريامايسين والتاكسول والتاكسوتير من الحاجات اللي بيقف ممكن تقف علاجها او تقل جرعتها بشكل ملحوظ لو الترانس اميليز اللي هي الاي تي والاس تي عاليين اكتر من 2.5 او 3 مرات او 3 اضعاف، يعني اللي هو اخره 30. لو هو فوق ال 90 يبقى انا هضطر اعمل دوز موديفيكيشن، ان انا اغير في جرعه العلاج. البيلروبين معظم الحاجات بتقبل البيلروبين او الصفرة التوتال اللي هي الكليه اقل من 2. لو اكتر من 2 برضو يا اما اوقف العلاج يا اما اعمل دوز موديفيكيشن. وطبعا كل دراج او كل نوع من انواع العلاج الكيماوي ليها حاجه اسمها دوز موديفيكيشن، يعني تغيير الجرعه على اساس التحاليل بتاعه الكبد والكلى، ومعظمهم زي ما قلنا بيبقى اكتر مع الكبد اكتر من الكلى. وخدوا بالكم برضو حتى في صوره الدم في بروتوكولات تكمل حتى لو صوره الدم مش حلوه قوي او المناعه نازله شويه او الهرمون نازل شويه، وفي بروتوكولات تانية لا ما ينفعش اديها مهما كان ادام حصل مشكله في المناعه او في الانيميا. الموضوع كله بيبقى متساب للطبيب عشان يحكم، لان الحاله اللي بتاخد علاج تحفظي غير الحاله اللي بتاخد علاج وقائي او علاج اللي هو التلطيفي او علاج لمرحله رابعه، غير المراحل اللي بتبقى تحفظيه. في منهم يفضل التاجيل احيانا، في منهم يفضل ان انا ادي الادوات المساعده سواء كانت نقل دم، حقن مناعه، كورتيزون، احسن بان انا ادي حاجات محاليل لوظائف الكلى، ادي شويه ادويه المدعمه للكبد. من احسن الادويه المدعمه للكبد طبعا الفيتامين اي، الجلوتاثيون انهانسر، الحاجات اللي فيها مدعمه للكبد زي بقى الليفر البيومين بلس، ما اعرفش البينيل، الحاجات دي كلها برضو من الحاجات المكملات الغذائيه اللي مدعمه للكبد، واللي ممكن مع الراحه والاكل الصحي بعيد عن الدهون والزيوت تقلل انزيمات الكبد لو كانت عليت مع العلاج الكيماوي. كده احنا عرفنا ايه اللي بيهمنا اكتر حاجه في العلاجات وفي التحاليل، عشان لما نيجي ناخد العلاج والدكتور ياجلنا نبقى عارفين هو اجلنا ليه واجلنا عشان ايه. وممكن كمان نساله انت اجلتني ليه يا دكتور؟ طب ليه ما قللتش الجرعه؟ طب ليه مش بتديني علاجات مساعده؟ كل الاسئله دي هتلاقي ليها اجابه عند الدكتور المعالج بتاعك في ضوء ان انت بتساليه على نتيجه التحليل بتاعتك وخطه العلاج بتاعتك. يا رب كلكم تكونوا بخير، ويا رب يحفظكم جميعا، واشوفكم تاني ان شاء الله على خير.